السلام عليكم. آه، أخبار الجميع. دلوقتي احنا في مهرجان الفاست فود. تمام. طبعا مع جمعيتنا الجديدة اللي هي لقمة عيش هنبقى لنا حوار كده مع الشيف إسلام نوفل على على المهرجان وعن المسابقة كده، وهو طبعا مشترك في المسابقة كده، ونشوف ايه اللي هيقدمه النهارده ونتمنى له طبعا الفوز طبعا. السلام عليكم. اول حاجه ان شاء الله بقى التوفيق باذن الله للجميع كده في المهرجان النهارده ان شاء الله. فانا داخل النهارده فاست فود ساندوتش برجر ترابل. تمام، مقدم مني. وان شاء الله ربنا يوفق الجميع باذن الله. اشوف اشرف. بإذن الله واحد أحد، ربنا يوفقك إن شاء الله ويوفق الكل إن شاء الله. إيه رأيك في المهرجانات اللي بتحصل اليومين دول والحاجات اللي بتحصل اليومين دول؟ دي بتفيد الشيفات ولا بتعتبر برضو من نوع من الدعاية للشيفات وخلاص؟ منور كده يا شيخ. والله اشوف اشرف، هو كل مهرجان ليه سلبيات وليه ايجابيات طبعا. فاحنا بناخد دايما الايجابيات من كل مهرجان، السلبيات بنحاول نشتغل عليه المهرجان التاني اللي بعديه وبنعدلها بقى كده ان شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله، وبالتوفيق للكل بإذن الله واحد أحد كده. فربنا يسهل لك كده ونتمنى لك الفوز إن شاء الله. اشوف اشرف.